انتقادات لاذعة للفنانة رجوى السهلي من جمهور دنيا بطمة. إليكم التفاصيل. فقد تلقت الفنانة المغربية رجوى السهلي يوم أمس كمية كبيرة من الانتقادات من جمهور الفنانة دنيا بطمة عقب حفل ختان ابنها أريان. وقد جاءت هذه الانتقادات بسبب دعوة السهلي لشخصية مثيرة للجدل في الوسط الفني، وهو رضا البوزيدي المعروف بولد الشينوية، لحضور الحفل رغم علمها بوجود خصام بينه وبين دنيا بطمة. فيما أثار هذا القرار حفيظة محبي دنيا بطمة الذين يعتبرونها صديقة مقربة لرجوى السهلي، فيما أعربوا عن استيائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وجهوا كلاما قاسيا للسهلي، متهمين إياها بالتخلي عن صداقتها بالفنانة التي تقبع حاليا في سجن الولاية بمراكش على خلفية قضية حساب حمزة مومبيبي. وقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلات ساخنة حول هذه الحادثة، حيث عبر العديد من محبي دنيا بطمة عن خيبة أملهم من رجوى السهلي. وقد جاءت التعليقات متهمة إياها بالخيانة وعدم الوفاء لصديقتها بطمة، خاصة أن الأخيرة كانت قد ساندتها خلال أزمتها المالية الصعبة. من جانبها لم تخرج رجوى السهلي حتى الآن بتصريح رسمي للرد على هذه الانتقادات، لكنها سبق أن تحدثت عن علاقتها الوطيدة بدنيا بطمة في عدة مناسبات، وأكدت أن بطمة كانت دائما داعمة لها خاصة في أوقات الأزمات. ويذكر أن رجوى قد أشادت مرارا بدعم دنيا بطمة لها عندما كانت تمر بظروف مالية صعبة، مما زاد من تعقيد الموقف الحالي وجعل الانتقادات تبدو أكثر حدة.